السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا حبايب قلبي نعمل مخبوزات بالطريقة اللي انتوا شايفينها الجميلة. شايفين الجمال ده كله عملناه ازاي؟ يلا ندخل الفيديو ونشوف. معلش أنا ما جبتش طريقة العجن من البداية، كنت مستعجلة. إن شاء الله هعملها لكم وهوريكم الطريقة ازاي ديت. أنا عملت منها الكعك اللي انتوا شايفينه ده، أو الكحك زي ما بنقول. بنحشيه عجوة، بتحشيه ملبن، تحط في الحشو. عايزة تسيبيه زي ما هو كده، وتضيفي على الوش بتاعه بعد ما تدهنيه الوش بتاعه، بتحطي له سمسم او حبه البركه او الحشو اللي انت حابه حطي فيه. بس انا كنت عامله العجوه بالشكل ده. يلا قومي سمي الله وتوكلي على الله واعملي بالطريقه اللي انت شايفاها دي. ادتني نتيجه جميله، وعملت تاني على فكره بس ما صورتش فيديوهات تاني معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى محمد، صلوا عليه. ليه طلبات كده يا حبيب قلبي، اوردرات لبناتنا اللي ما دخلوش المطبخ قبل كده، مش ستات البيت الشاطرين طبعا، دول البنات اللي ما دخلوش المطبخ لسه. وطبعا انت عملتها بالشكل اللي انت شايفاه. انا سبتها اختمرت، خدت لها حوالي تقريبا ساعه، وبدات اقطع فيها بالشكل ده. بصوا بقى بنعملها ازاي بالمقص، وبتعملي لها ايه، حزوز كده او بتفتحيها شويه. وهنحطها في الصاج، هندخن طبعا الصاج. عندك ورق زبده حط ورق زبده، ما عندكيش ورق زبده زي ما انا حطيت ورق كراسه كده ابيض نظيف ودهنته زيت. شايفين الجمال؟ انا ما كانش عندي ورق زبده، كان خلص وبعيد عليا ان انا اروح اجيب يعني، او ما كنتش فاضيه انزل اجيب. بصوا انا دهنت الصينيه زيت وحطيت فيها بالطريقه دي، وسبته بقى وقت طويل اختمر تاني او ارتفع بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. خدت صفار بيضه على شويه اللبن دول، لسه عليهم صفار بيضه، ومعلقه خل كبيره عشان تشيل الزفار، عشان محدش يقول البيض بيزفر. بقى دهنتها بالطريقه اللي انتوا شايفين، حطيتها على درجه حراره 180. او لو ما عندكيش تايمر، سخن الفرن كويس لاي معجنات او مخبوزات. وبالطريقه اللي انت شفتيها دي، عملت اكتر من طريقه. بصوا جميله قوي قوي زي القطن كده، قطنيه وحلوه. بس الفرن معلش كان حامي من تحت شويه، ما تستغربوش، بس انا ظبطته بعد كده. شايفين الجمال؟ بشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.